السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ولقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نبارطاجي معكم تجربتي مع هاد الادويه او المكملات الغذائيه اللي عندها مشكل ديال فقر الدم، شعرها تيطيح ليها. اليوم بغيت نهضر لكم على هاد الفيتامينات وعلى هاد المكملات الغذائيه ديال الحديد. فالبنات، من الاعراض ديال فقر الدم هي انك كتكوني ديما عيانه، فيك الدوخه يعني، وفيك الارهاق الشديد. الشعر ديالك واخا ديري الوصفات حتى تعياي الا كان عندك مشكل ديال فقر الدم، فالشعر ديالك ديما تيكون تيطيح وما تيتعالجش المشكل على برا. يعني خصنا نعالجو المشكل من الداخل. البشره ديالتك تتكون شاحبه. فهادو هما الاعراض الرئيسيه ديال فقر الدم. وكاينين اعراض اخرين يعني السخفه. الانسان ما تيقدرش يدير واحد ليفور ولو يكون بسيط، وديما العيا، وكيف قلت لكم الدوخه، وزائد على ذلك تيبان هذوك الاثار حتى على البشره ديالتنا وعلى الشعر ديالنا. فهاد الادويه هي عباره عن علاج لفقر الدم. انا خديته لمده ديال 3 اشهر في واحد لا بيريود اللي كنت فيها عيانه بزاف. فضروري من تحليله قبل ما ناخدو اي دواء ديال فقر الدم، ضروري كنديروا واحد التحليله باش تنعرفوا يعني واش عندنا هذاك فقر الدم اللي هو حاد ولا موين، ولا يعني ضروري من التحليله. فكيف قلت لكم هادو ادويه مكملات غذائيه اللي كتعاوننا باش يعني نعالجوا نفسنا من الداخل، سواء كان عندنا مشكل ديال تساقط الشعر ولا شي حب في البشره، ولا كيف قلت لكم الاعراض ديال فقر الدم. راه انسان تيكون ديما عيان، ديما فيه الدوخه، ديما فيه ارهاق شديد. فهذا او هادو مكملات غذائيه ديال فقر الدم. كيف قلت لكم البنات، فهادو فيتامينات ديال الحديد. هاد الفيتامينات ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، وكيتعطاو حتى للنساء الحوامل، لان في فتره الحمل المراه تيجيها فقر الدم. فهادو فيتامينات كيتعطاو كي قلت لكم الناس اللي عندهم فقر الدم والنساء الحوامل في الاشهر الاولى، فكيكون عندهم هذاك المشكل ديال فقر الدم. هاد المكمل الغذائي هاد المكملات الغذائيه بجوج عندهم نفس المفعول. كل واحد والمميزات ديالو. هاد المكملات فهما كيعوضونا هادوك الفيتامينات اللي ما عندناش، او اللي كنقدروا مثلا تكون الشهيه عندنا مسدوده ما تناكلوش مزيان. فهاد المكمل الغذائي كيعالجوا فقر الدم. فيه خصوصا هذا فيه فيتامين بي 9 وحمض الفوليك، وكنا كنعرفوا الاهميه ديال حمض الفوليك. ف هاد المشكل كيف قلت لكم ان كيتعطاو هادو بوصفه طبيه، ضروري ما تاخذوهم. وقبل ما تاخذوهم ديروا تحليله لفقر الدم باش تعرفوا يعني شحال غادي تاخذوا ديال الدواء في النهار. مثلا انك غادي تاخذوا حبه وحده على حسب فقر الدم فين واصل، واش حاد ولا. فبعض المرات كتخاد حتى 3 الحبات في النهار. انا عندي يعني كان عندي فقر الدم اللي هو بسيط ماشي بزاف، فكناخد حبه كل نهار. يعني واحد من هاد الجوج، وبجوجهم زوينين بزاف كيف كتشوفوا معايا. هذا فيه بيناف وحتى الاخر فيه بيناف. فالناس اللي تيكون عندهم فقر الدم كيكون شعرهم ديما كيتساقط، وحتى الزغبه كتكون ضعيفه. كيبان لك شعرك باهت، وحتى يعني كيبان لكم شعركم باهت ودغيا تيطيح. الزغبه كتهرس. فهادو من بين الاعراض ديال فقر الدم. وحتى البشره تاع هي تتضرر بالفقر ديال الدم، حتى هي تتكون ديما شاحبه، واخا ديري لي سوا واخا ديري لي كريم فما كيعطوش نتيجه، لان العلاج خاصو يكون داخلي. كذلك الضفران حتى هما
كتلقاهم تيتهرسوا، تتلقاهم مشققين باهتين. فهاد الشيء من الاعراض ديال فقر الدم. فهاد الاقراص زوينين بزاف بزاف لهاد المشاكل اللي كتكون عندنا ديال فقر الدم، سواء في الصحه ديالنا او في الشعر ديالنا ولا في البشره ديالنا. فان شاء الله غادي تجربوا هاد الادويه ديال فقر الدم، وغادي تشوفوا نتيجه اللي غادي تكون زوينه. كيف قلت لكم بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد الاقراص ديال الحديد، فخاصهم ديما يعني يكونوا يتناولوا في الصباح مورا الفطور. كيف كتشوفوا يعني من بعد الفطور كيتخاد قرص واحد من كل، يعني الا كنتو غادي تاخذوا مثلا هذا اليوم، يعني الغد لي تاخذوا القرص من النوع الاخر تا ديفيرون بيناف. فهذا فيه الحديد وفيه حمض الفوليك، يعني تتاخذوا هذا التريتمون مده ديال 3 شهور. ممكن تاخذوه بدون دواء يصرف، بدون وصفه طبيه، ولكن من الاحسن ديروا تحليله باش تعرفوا يعني النيفو ديال فقر الدم فين واصل. واش فقر الدم اللي كيكون الله يحفظ حاد، ولا داك الفقر الدم اللي تيكون من الدرجه الاولى. فعلى حسب التحليله هي اللي غادي تعطيكم. فمن الاحسن ديروا التحليله هي اللي غادي تعطيكم ليكزاكت ديال فقر الدم عندكم في لوكور. فهاد الفوانيد ديال تراديفيون فكيكون على هاد الشكل، تكونوا حبات اقراص عاديين 30 حبه، يعني كل نهار وحده. فكتاخذ لكم مده شهر تقريبا. يعني تتاخذوا هاد كيف قلت لكم من بعد الفطور حبه كل نهار من بعد الفطور. وبالنسبه لهاد فوليفير فكيكون بحال هاد الشكل دي جيليل اللي تتكون بحال هكا، فيها 28 دي جيليل، حتى هما شهر تقريبا اللي تياخد. بالنسبه لطريقه الاستعمال كيتخادوا هاد الحبوب ديال فقر الدم مورا وجبه الفطور. ومن الاحسن في هذيك الفتره ديال العلاج ما ناخذوش، يعني ما نبقاوش نشربوا، يعني نفطروا واحد الفطور اللي هو صحي، وما نشربوش يعني اتاي. ومثلا فاش ناخذ الدواء قبل ما ناخذوش اتاي بساعتين، ومورا فاش ناخذوا هاد الحبوب ديال فقر الدم ما ناخذوش اتاي موراه بساعتين، يعني ساعتين قبل وساعتين مورا فاش ناخذوا هاد يعني هاد الحبوب ديال الحديد هكا، باش كنعطيو لهاد الادويه يعني كنخليوها تمتص يعني المنافع وتكون سرعه في الامتصاص ديال الحديد. ونتجنبوا كذلك ناخذوهم مع ادويه اخرى. الا كان عندنا هكا كنعانيو من شي مشكل فنحاولوا نتجنبوا، الا كنا كناخذوا شي دواء نتجنبوا ناخذوه مع هاد الاقراص ديال الحديد مع بعض الادويه الا كنا كنستعملوها تقريبا ساعتين عاد ناخذو. الى عندنا شي دواء اخر كنستعملوه عاد ناخذوه. ففتره العلاج تكون 3 شهور كناخذوا هاد المكملات او هاد الادويه ديال فقر الدم. ومن بعد كنعاودوا نديروا التحليله باش نعرفوا النيفو ديال يعني واش تحسنت لنا الصحه ديالتنا، واش الخزان ديال الحديد يعني هذاك النقص اللي كان عندنا في الحديد واش تحسن، واش يعني هذا الدواء عطى المفعول ديالو. بالنسبه للثمن ديال هاد الاقراص فهو في المتناول. هاد بالنسبه لهاد فوليفير فالثمن ديالو تقريبا 50 درهم. كذلك حتى تراديفيون حتى هو 50 درهم، حتى هو تقريبا 51 درهم. ادويه زوينه وفي المتناول وعندها مفعول الناس اللي عندهم مشاكل كيف قلت لكم ديال البشره
او ديال تساقط الشعر ان شاء الله. فاش ديروا التحليله غادي تلقاو يعني غادي تاخدوا الادويه المناسبه. فهادو من بين الادويه المناسبه ديال فقر الدم واللي كتعطي نتيجه الصراحه زوينه عن تجربه شخصيه. كنتمنى لا فيديو يكون اعجبكم وتكونوا استفدتوا، والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو اخر.